سمعتوا عن اللي حصل على الحدود؟ في بطل مصري جديد ظهر، حيوان الوشق المصري، قط بري يخوف النمر، عمل عمايل خلت الصهاينه يترعبوا. تعال احكي لك الحكايه. الوشق ده مش اي قط، ده كائن اسطوري. اجدادنا الفراعنه كانوا بيرسموه على المعابد، وكانوا بيعتبروه حارس للمعابد ورمز للقوه والعداله. قط شرس، صياد ماهر، وبيعرف يتخفى زي الشبح، بيقولوا عليه شبح الصحراء. وده مش من فراغ، الوشق المصري ده من سلاله ملكيه، وكان من الحراس المقدسين، وبيرمز للعداله ومحاربه الشر عند المصريين القدماء، وليه تماثيل في تاريخ مصر القديم. تخيلوا بقى، الوشق ده قرر يظهر فجاه وعدى الحدود ونزل في جنود الصهاينه عض. بيقولوا عور كام واحد فيهم وخلاهم يجروا زي الفيران. يا ترى ده انتقام من الفراعنه ولا رساله من الطبيعه؟ المواقع العبريه اتكلمت عن حيوان الوشق المصري المفترس، انه هاجم عدد من جنود الجيش الاسرائيلي على الحدود بين البلدين، واشارت انه ورد بلاغات عن عضة حيوان مفترس لجنود اسرائيليين على الحدود المصريه، وتحديدا في منطقه جبل حريف. اصاب جنود الصهاينه بجروح غائره في مناطق حساسه. في ناس بتقول ان الوشق ده عنده قوه خارقه، قوه فرعونيه قديمه، وفي ناس بتقول ان ده حيوان عادي بس غضبان من اللي بيحصل. وايه حكايه المليون وشق اللي الجيش مربيهم؟ هل ده جيش سري من القطط المفترسه؟ الوشق المصري ده لغز، قصته فيها غموض واثاره. هل هو بطل قومي ولا مجرد حيوان بري؟ شاركونا ارائكم في التعليقات، وقولوا لنا ايه اللي ممكن يكون بيحصل. وما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان الكل يعرف قصه البطل المصري اللي رعب الصهاينه.